مجال حماية التراث الوطني يرتكز على مجموعة من التدخلات. أولا لجرد المعالم التاريخية الموزعة عبر التراب الوطني. ثانيا لتوفير حماية قانونية للمعالم التاريخية، واليوم نحن نناقش داخل الحكومة مقترح المشروع القانوني اللي غيجي لكم في الأسابيع المقبلة، ولأول مرة غتم حماية، غتكون هناك حماية قانونية للتراث اللامادي اللي ما كانش حد الآن. وثانيا بغيت نعتز كذلك بأن المغرب هو من أول دول عربية وإسلامية اللي كيدافع على التراث اللامادي ديالو في مؤسسة اليونسكو، وبالطبع زائد العناصر اللي معترف بها في اليونسكو. كاين كذلك ادراج اللي سميناه لابيل ماروك باش يكون هناك الدفاع على التراث المادي واللامادي على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. وانتم كتعرفوا بان التراث او الثقافه المغربيه ككل في الحقيقه كاين هناك مجموعه ديال ما غاديش نسميها هجومات، كاين بعض السرقه حتى من بعض الشركات. لهذا لابد ان بنيه حسنه او بنيه ليس حسنه، هذا نقاش اخر، ولكن حنا كقطاع خصنا نوفروا الحمايه القانونيه باش انذاك حتى العاملين في هذا المجال يقدروا يدافعوا على راسهم على الصعيد الوطني والدولي. كاين هناك صيانه وتثمين التراث الثقافي، تشجيع والتكوين والبحث في مجال التراث الثقافي عبر الانساب ومجموعه ديال مراكز الابحاث والدراسات بكل من ورزازات جديده، اكادير، الريساني، شفشاون والعيون. وتوفر الوزراء كذلك تدريبات دوريه لفائده العاملين في مجال الاثار والتراث بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدوليه متخصصه كاليونسكو. عقد اتفاقيه شراكه مع الفاعلين والشركاء، والتعريف والتحسيس باهميه التراث الثقافي. وغنزيد واحد النقطه مهمه جدا في اطار اللي سميناه منذ دابا سنه وحنا كنتكلموا على الصناعه الثقافيه. كنحاولوا كذلك نشجعوا، وقلتها قبيله بالنسبه للسؤال ديال الشباب، باش نشجعوا باش يوليو مقاولات صغرى ومتوسطه اللي غيهتموا بالمجال ديال التنشيط ديال هذه المآثر. وفاش كنتكلموا على التنشيط ديال هذه المآثر الا وكنخلقوا واحد ضجيج ايجابي اقتصادي اجتماعي في واحد المدينه معينه اللي كتجذب سياح جدد، وكتخلق واحد الجاذبيه مهمه بالنسبه للاقتصاد.